انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفلة صغيرة بدت فيها بملامح بريئة وجميلة. هي مطربة لبنانية ولدت في بيروت عام 1968. اشتهرت بأغانيها. إنها الفنانة جوليا بطرس. تزوجت جوليا بطرس من إلياس أبو طعم عام 1996. يشغل زوجها حاليا منصب وزير في الحكومة اللبنانية، وأنجبت منه طفلين هما طارق وسامر. أما من حيث ديانة جوليا بطرس ومعتقداتها وطائفتها الأصلية، فقد ولدت لعائلة مسيحية من الروم الأرثوذكس. ترعرعت جوليا في كنف عائلتها المكونة من أبويها وشقيقها زياد وشقيقتها صوفيا. شقيقتها صوفيا تعمل في مجال الإخراج، وساهم شقيقها زياد بطرس في تلحين عدد كبير من أعمالها الفنية. تلقت جوليا تعليمها في مدرسة راهبات الوردية، وهناك أبانت عن موهبتها الموسيقية مبكرا، فانضمت إلى فرقة المدرسة لتصبح مغنية فيها. وفي عام 2000 منحها رئيس جمهورية لبنان وسام الأرز نظير. تذكر أن الفنانة جوليا بطرس مبتعدة في الفترة الأخيرة عن الظهور والإعلام، وفجعت أواخر ديسمبر الماضي في والدتها